عمرك صارت لك انك تعمل برشا باهي مع شخص او اشخاص، وفي اول غلطة تعملها يتعاملوا معاك كأنك عمرك ما عملت حتى شيء باهي، وفي لحظة يتنسى الباهي الكل كأنك في حياتك ما عملت كان الغلطة هذيك. نتصور صارت لك على خاطرها للأسف حاجة مبرمجة في طبيعة البشر وفي علم النفس اسمها الانحياز للسلبية negativity bias، اللي هو ميل العقل البشري للتمسك بالأحداث السلبية أكثر بمراحل من تمسك الأحداث الإيجابية. لكن هنا كيفاش نتجنبوا حاجة كيف هذه؟ الإجابة نوعا ما جذرية شوية لكن بسيطة. تبعد على الأشخاص اللي ما عندهمش نضج عاطفي ويمشيوا بالعاطفة مش بالمنطق، اللي هي حاجة تنجم تلاحظها في أي شخص، كيف تركز معاه كيفاش يتعامل مع مشاكل وكيفاش يحكي عن الناس الآخرين. أما زادة لازمنا نفرقوا بين الانحياز للسلبية اللي حكينا عليه وبين النكران الجميل، خاطر فما ناس كيما نقولوا احنا ما يراش بيه تو سامبلومون. أول حاجة الانحياز للسلبية هي حاجة بيولوجية وطبيعية، لكن النكران الجميل هو سلوك متعمد. العاطفة المصاحبة زادة تكون حاجة طبيعية اللي هي القلق أو خوف المخ من أنه تعاود تصير حاجة خايبة، لكن بالنسبة للنكران الجميل هو متأتي من الغرور ومن الأنانية ومن برشا كبرياء. الانحياز للسلبية يتطلب على الأقل حاجة خايبة تعملها باش أنها تتشاف، لكن النكران الجميل حتى إذا كان ما تعملش خايب الباهي الكل باش تنساه. في الاخر ما نحبش نقولك ما عادش تعمل الباهي، لا اعمل الباهي لكن حاجتين، ما تبالغش وما تتوقعش انه يرجع من نفس الشخص.